عبد الفتاح بورو الذي يعرف القربة ويحبها والقربة كذلك تعرفه وتحبه في السابق، وما زيارته في هذا اليوم إلا تجديد لهذا العهد الذي بينه وبين هذه المدينة، وكذلك تجديد هذه المحبة. وبدون إطالة، بعد أن استمعنا إليه في خطبة الجمعة في جامع العدة، فهو سيتفضل بإلقاء كلمة أو درس بالجامع العقلي. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه، واستعين بالله فنعم المولى ونعم النصير، وأحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ممنون وسعيد بأن أكون في هذه البلدة الكريمة ضمنكم ومعكم في هذا المسجد المبارك، وأنا الذي تربطني علاقة بهذه البلدة على الأقل منذ سنة 74. أذكر أني جئتها وأني ألقيت فيها درسا، فضلا عن كوني زرتها قبل ذلك، لكن أنا أقول درس عام 68 و 69 وقت ما زلت ندردش، بحيث محبة تستمر أكثر من 40 سنة حرية بالاهتمام وحرية بأن نحفظها. فأسأل الله أن يحفظ لنا حبنا في الله، إذ الحب في الله من أسباب الدخول على الله تعالى والوقوف على أبواب الجنان والدخول إليها. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث أن من الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ومنهم رجل زار أخاه في الله لم يزره لا لدنيا ولا لمال ولا لمأرب دنيوي. أسأل الله تعالى أن يجعل تحركنا لوجهه الكريم وزيارتنا هذه زيارة مقصودة بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة زالت على فضل وخير من الله، وما زلنا على نعمة وفضل كبير، لأن هذه الأمة ما زال فيها عرق يربطها بعرق النبوة والرسالة. أنتم الأمة الوحيدة فوق الأرض المؤتمنة على الرسالة السماوية، لا نصارى ولا يهود بعد أن بدلوا وغيروا وأصبحوا موصومين إما بالضلال أو بالغضب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأمة الوحيدة التي تعتد بأن لها صلة مباشرة بالسماء هي أمة الأمة. نحن من أمة محمد ذات الصلة بالسماء بالوحي، والذي لم يتغير بين يديها الوحي لحفظ الله إياه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الكتاب هو بين أيدينا محفوظا في نصه، محفوظا في فحواه، محفوظا في أهدافه ومراميه، ومحفوظا في الأمة التي أسند الله إليها أن تقوم عليه. الكتاب يا إخواني الكرام الذي هو مصادة حكمة السماء، والذي هو المنهج القويم الذي أراد الله أن يعيش الناس عليه. هو بمثابة ولله المثل الأعلى ذلك الكتاب اللي يصحب أي تلبسة أو فريجيدير أو كهرباء أو آلة عصارة ولا خلاطة تشتريها لزوجتك كي تحل الصندوق تبقى معك تيمش. تعال فيها أولا كيفية الصنع، مناش مصنوع على الآلة هذه، وليش معدة باش تستعمل، ثم كيفية استعمالها، وإذا فزت أو تكسرت كيفاش تصلح. هذه الآلات اللي عامة بيناتنا كل واحد عنده كالوجه نوتيس وشو. ربي والله المثل الأعلى
الرب المهمة هي أن يكون خليفة له في الأرض، وجعل الخلافة الموكولة لهذه الإنسان قائمة على أساس التخيير، على أساس الاختيار. رب خلق نوعين من المخلوقات عندما في الكون، مخلوقات مجبولة على ما طبعها الله عليه لا تتغير. خلق مخلوقات كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: قطت السماء وحق لها أن تقط، ما فيها موضع رجل إلا وفيه سجد، إلا وفيه ملك ساجد أو ركع. ملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. شيطان لا يقيم الطاعة أبدا، يعصي الله تعالى، فهو مجبول على ذلك. هذا النوع من المخلوقات اللي رب يخلقها ودخل فيها الحيوان المخلوق بالفطرة والذي لا يتغير عن فطرته، والذي هو غير مكلف ولا فضل له فيما يفعل. في مقابل المخلوقات هذه الكل ميز مخلوقا واحدا بكونه يختار. المخلوق هو آدم، والمخلوق عنده الحق باش يعيش على الطريقة الفاسدة ولا الطريقة الصالحة، يختار شيء ما يحب، ما يمنعوش ربنا مخلين، لكن طلب منه أن يختار لنفسه الطريق القوي، وجعل معاه وحي يعلمنا وطريق لربه، ووعده بالجزاء الخير على الاختيار الطيب والجزاء السيء على اختيار السيء. احنا من الصنف بتاع البشر من المخلوقات الذين وكل الله لهم الاختيار. هو يقول الله اكبر، الصلاه خير من النوم، واحد يقوم ويتوضا ويتوكل على الله يمشي المسجد وهو يعتقد ان الصلاه خير من النوم لان فيها قرب لله تعالى، وناخذ يتخلف على جنبه الثاني ويقول له حتى لو ما عندي مطلوب. وكلاهما يختار بحكم ما اتاه الله من قدرته، هو يختار بنفسه. الامه اللي ربي اجعلها حفيظه على الارض قائمه على الخلافه فيها هي الامه الموكول اليها ان تختار طريق الصلاح وأن تشيعه بين الناس وتقيمه. وهذه الأمة ربي كلف بها رسل يربيوها، لأن المبادئ اللي جاوا بها الرسل هي مبادئ تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى رياضة. فربي ما جعلش الأنفار هذم قادرين على الاستقامة باختيار أنهم وحدهم، وإنما ربي أوكل الأنبياء أن يربوهم على ذلك. وذلك على شرط مع الأنبياء والرسل إلى أن اكتملت بعثتهم بآخرهم عندما بلغ وعي الناس وإدراكهم منتهاه، وأصبح من قدرة البشر أن يكون منهم من ينوب عن النبي. لذلك جاء في الأثر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وانتقاله الى الرفيق الاعلى انقطع باب النبوه، لكن انتقلت النبوه في الامه عن طريق ذلك الوحي، عن طريق تلك الدعايه التي يدعو بها الناس الى دين الله تعالى. ربي يؤكد بان هذا الكتاب الذي انزله اخر الكتب هو كتاب محفوظ من التغيير والتبديل في نصه، لا يصيبه ما أصاب كتب السابقين من الأنبياء، لكن حفظ الكتاب بطريقة ثانية كذلك، أن ربي أوكل للأمة أن تحفظ هذا الكتاب. فالعلاقة بيننا وبين الكتاب أنه هو الذي يحفظنا ونحن نحفظه. القرآن علقتنا به أننا نحن حافظون له بحفظ الله، نحن حافظون للكتاب. معناه يعني الكتاب هذا ليس معطلا، الكتاب هذا مش أوراق مرفوعة محطوطة في
النهارده في واحد يحب يحلف مش رديته عليه. الكتاب هذا حق 6632 آية اللي في وصفه هذوك محفوظين لأنهم قاعدين يتطبقوا في حياة الناس. مش كتاب ميت، هذا كتاب حي، هذا كتاب تحتاجه. مش وقت اللي يجي تمن وتقول نشهد ولا اله الا الله محمد رسول الله وتمشي باش نموت الليله حط مصحف بعدها باش ربي يحاسبنيش حساب عسير. لا، هذا تحتاجه في حياتك، في علاقتك باهلك، في علاقتك باولادك، في علاقتك بجارك، في علاقتك بنفسك، في علاقتك بحاكمك. الكتاب هذا ينظم الحياه، فهو كتاب مجعول باش فيه هو تتصلح المشاكل الفاسده. الخلل الموجود في حياتنا يتصلح كيف نصلحوا الانفجار عن طريق الكتاب، نصلحوا المجتمع عن طريق الكتاب. إن هذا القرآن يهدي